قال لي لما رئيس المباحث بيصلي العشاء مش هينفع نخش عليه وهو بيصلي، بعد ما يخلص صلاة هنروح نستأذنلك، لو مش عايزك هتمشي، عايزك هتتنك قاعد. استنيت لما دخل قال لي روحي مشي، واني طالعه نمشي لقيت ولية الامر شايله الابن على هي ولية الامر هي بابا شايله، هي واقفه جنبيه وواقفين. عرفت اللي هم دول اللي جم سالونا على اساميكم وقالوا عايزين يخشوا الحمام، وانا قلت له واقفين قدام الحمام وقلت لها حضرتك عايزين حاجه؟ الممنوع تخشوا حمام الاطفال. لقيتهم واقفين الاب والام قدام الحمام، وانا ما كنتش اعرف اللي هو ده ابوه اصلا، واقفين قدام الحمام وبيشاوروا للولا على الحمام. فاخد طلعت قلت لهم ممنوع تخش الحمام، قالوا مش عايز يخش الحمام، ده عايز يبص على الكلاس. طب حضرتك لما هم عايزين يبصوا على الكلاس، ايه اللي وداهم عند الحمام؟ قلت لها حضرتك مش هينفع، احنا لسه منظفين ومش هينفع الارض مبلوله يخش يلبخ. قالت لي هو هيبص من بره. الواد راح بص على فصل دونت بدماغه كده ومشي على المرجيحه. قالت له بص شوف فصل الكلاس بتاعك حلو ازاي، الكلاس بتاعك حلو ازاي. فانا قالت لي هو انت الناني اللي متواجده معاه هنا؟ رحت قلت لها قالت لي وانت اسمك ايه؟ قلت لها اسمي دميانة. فالولا لما ركب على المرجيحة راح وراه باباه، فانا اخدت المفاتيح عشان ما حدش يخش يلبخ في الفصول ونجازه، عشان احنا لازم ننظف الفصول حلو، لو لفوا لقوا الفصول مش نظيفة المشرفة علينا بتزعق لنا. فاخدت المفاتيح وقفلت الفصول، وهم واقف الاب بركب الواد على المرجيحه وموطي على ودانه يوشوشه في ودانه ويشاور عليا. طلعت زميلتي تديني المفاتيح، راحت سألاها مامة الولد هو انت معاها هنا؟ قالت لها قالت لها انت اسمك ايه؟ قالت لها اسم امل وهي اسمها دميانة. فهم جم يعني الحادثه دي بتقول لك حاصله قبل نص العام في بدايه الدراسه. اخذت الاجازه من شهر 12 وجت في شهر 2 تقول اللي ابنها حصل فيه كده، وتدفع مصاريف المدرسه وتستلم الكتب وتطلع تاخد اسم استاذ صبري من على المكتب اللي هو حاطط لوحه باسمه على المكتب، وتيجي لي تحت تسالني على اسمك ايه، واسم امل اسم مشترك. ممكن عندهم بيسموا امل واحنا عندنا بنسموا امل، لكن هم ما بيسموش دميانة. انا شايفه في الموضوع حضرتك اللي فيه تعصب من ناحيه الدين بين مسيحي ومسلم. وحضرتك لما خلصت التحقيق رحت قلت، فطلبوني تاني في النيابه. بعد ما طلبوني في النيابه رحت قلت اقوالي، فالرئيس النيابة كان رئيس نيابة محترم خالص، وقال لي احنا متأسفين على اللي احنا قطعنا عليكم الأجازة وجبناكم. قلت له لا ولا يهم حضرتك، احنا تحت أمر حضرتك وتحت أمر العدالة. قلت سألني وقال لي حصل كذا كذا، فانا قلت ما حصلش. قال لي انت اللي شفت الطفل وهو بنعمل فيه وقال لك ما. قلت له معلش، قلت له حضرتك ما حصل. قلت كل اقوالي في النيابه، وجيت تاني مره رحت برضو النيابه قلت اقوالي نفسها هي. قال لي انت بقى رئيس النيابه اشد من الاول. قال لي قلت اتكلمي لانك انت المتهمه قدامي، انت اللي كنت بتاخدي الولد توديه لصبري، وهو اللي كنت بتاخدي وكان تاخدي فلوس، وان كان الاستاذ صبري كان بيهددك يكرشك من الشغل. قلت له ما حصلش حضرتك. وفي تاني مرة هو قال لي ده انت شغالة فين دلوقتي؟ قلت له حضرتك انا في المدرسة زمان. قال لي هو انت ما انا عارف في المدرسة زمان انت ماسكة فين؟ قلت له ماسكة في الإداري، في الإدارة اللي في الدور الثالث مع المدرسين. قال لي يا ايه الترقية دي، هم رقوكي بعد ما جيتي عندي المرة اللي فاتت؟ قلت له حضرتك دي مش ترقية، هو فوق تنظيف وتحت تنظيف، انا بكنس ولمع مكاتب المدرسين وبنظف لهم التولد زي ما بعمل تحت تماما مع الاولاد. قال لي طب انت اللي بعد كده قلت له كده. بعدها قال لي في اول مره حضرتك رئيس النيابه قال لي
هو انت رحت الامن الوطني، انا سمحت جاتلك استدعاء من الامن الوطني. قلت له حضرتك ما حصلش، حضرتك اللي قال لي في الامن الوطني هتروح الامن الوطني رئيس المباحث، لاني قال لي لو ما تكلمتيش هنوديك الامن الوطني تقعدي شهر شهرين سنه سنتين ويجي يدوكي هناك. قال لي لا يا شيخه ما فيش الكلام ده. قلت له وانا ايش عرفني بالامن الوطني وانا عمري رحت اسم ولا رحت في حته قبل كده. قال لي لا انتوا شكلك بتسمع مسلسلات كتير. قلت له حضرتك هو ده اللي قالهولي رئيس المباحث لما طلعت بنقول قدام استاذ وليد بره، فجات مس ايمان معانا قالت له مش غلط على رئيس المباحث اللي هي تقول قدام النيابه على رئيس المباحث كده. قال لا ده في صالحنا لان هم شاكين رئيس المباحث اللي هو متواطي معانا. قلت له هو كان متواطي معانا بعد ده كله والضغط اللي كان بيضغطوا عليا؟ قال لها ده كان فاضل له شويه وقوم يضرب دميانه بالقلم عشان تتكلم. قال لها يعني دميانه قالت شهاده صالحه لرئيس المباحث؟ انا ما كنتش اعرف اللي هم شاكين رئيس المباحث ولا قايلين عليه كده. وفي الاخر عرفت اللي كل اللي انا قلته عند رئيس المباحث ده كله ما كانش في تحقيق رسمي، يعني ما كانوش عاملين محضر رسمي، لان لو عاملين محضر رسمي كنا مضينا على اكواننا. هو رئيس المباحث ما خدش الا رقم تليفوني بس اسمه وعنوان، غير كده ما حصلش، ولا قالوا لي تعالي امضي على اكوالك ولا حاجه. يعني كل ده ما كانش بمحضر رسمي. حضرتك انا لما رحت النيابه قلت لهم كده. تاني مرة بقى لما قال لي ده انت صبري دافع لك فلوس، قلت له حضرتك انا عمري ما اقبل قرش حرام على اولادي، ولا ناخد قرش حرام متلوث بشرف طفل صغير لا يعرف الغلط من الصح، وانا ما اقبلش حاجة حرام على اولادي. انا زي ما براعي اولادي اراعي اولاد الناس، انا بعاملهم معاملة احسن ما بعامل اولادي في البيت، لان انا المرتب ده مش باخده من مدرسة، انا باخده اعتبر من الاولاد، لان هم بيدفعوا المصاريف شاملة بالكامل بالدادة كله. انا اراعي شغلي، براعي ربنا في اكل عيشي وعمر ما هنعمل الغلط. فرئيس المباحث في تاني مرة قال لي اتكلمي، لاني رئيس النيابة قال لي اتكلمي لاني انت دلوقتي المتهمة قدامي وانا هسجنك. قلت له لو انا عاملة حاجة حضرتك اسجني، انا ما عملتش حاجة. قال لي اثبتي لي اللي انت ما بتكذبيش، انا وانا عارفك. قلت له حضرتك لا انت ما تعرفنيش، في فوق ربنا شايفني وعارفني. قال لي انا هجيب ربنا منين؟ ده ربنا ده بعد عمر طويل، انت قولي لي اللي انت ما بتكذبيش، وانا معاشرك وعارفك اللي انت ما بتكذبيش، انا معرفك. قلت له حضرتك ما تعرفنيش بس ربنا عارف. وهم زي ما حضرتك بتقول لي اثبتي لي اللي انت ما بتكذبيش، هم برضه يثبتوا لنا اللي احنا عملنا كده في ابنهم، يدونا دلائل اللي احنا عملنا كده في ابنهم، يجيبوا لنا حاجه واقعه اللي احنا عملنا كده في ابنهم، يدونا اثبات محدد اللي احنا عاملين كده في ابنهم. في عندك حضرتك كاميرات في المدرسة، انت بتقول لي انت وانا نعرفك اللي انت ما بتكذبيش، اللي يفصل بيننا الكاميرات اللي في المدرسة. قال لي ما فيش كاميرات ده بيشتغلوا. قلت له حضرتك انا بقالي 4 سنين وده 5 سنة شغالة في المدرسة، الكاميرات مالية المدرسة. قال لي ما فيش كاميرا قدام الحمام. قلت له في كاميرا قدام الحمام على شكل لمبة. قال لي ده بيشتغلوكي ما فيش حاجة زي كده. قلت له حضرتك وفي قدام الريسبشن اللي يم الكانتين جايبه اللي بيعدي الحمام، وفي الجاردن هنا وهنا، والمشرفه قاعده قدام الحمام، وفي قدام اوضه المدرسين. اوضه المدرسين والحمام جدار واحد بين اوضه المدرسين والحمام، هي اللي فاصله، هي حيطه واحده مش حيطتين، يعني مش الاوضه لها حيطه والحمام له حيطه، هي حيطه واحده. والحيطه بتاعت الحمام اهي والحيطه اهي، يعني الحمام اهو واوضه المدرسين اهي. يعني حضرتك لو الولد لا قدر الله حصل فيه كده زي ما حضرتك بتقول في المدرسه، كان صرخ وكلم الناس. والمدرسين جنب الحمام، والمشرفه قاعده قدام بين الحمام واوضه المدرسين، والمدرسه المشرفه مباشره للجاردن لأوض المدرسين، مباشرة للحمامات، مباشرة للكلاس
يعني المكان آمن، حتى لو عيل طلع اشترى من الكلاس لازم المدرسة تروح تشتري له، ما بيسيبوش الأولاد يطلعوا يشتروا لوحدهم. حضرتك كل ده اللي حصل، ولو افتكرت أي حاجة تاني هبعت لحضرتك، وشكرا لحضرتك على اللي تصوني بلغت. أهلا بكم في قناة